هاي الملابس مو غريبة، ولا هاي الساعة غريبة، ولا هذا التيشيرت الهاينك غريب. اللي متابعني من اول ما كان حسابي 400 متابع راح يعرف انه هاي الملابس اللي انا طبيت فيها الالمانية قبل سنة من هذا اليوم. اليوم يصادف 13/10 اللي هو اول يوم طبيت. شوف هذا الفيديو، هاي هنا انا طبيت استوني على المانيا. انا جاي اصور من الجسر من بولندا، طب بالمانيا مشي. سنة بألمانيا شنو تغير عندي؟ سنة بألمانيا شنو أنجزت؟ سنة بألمانيا شنو تعلمت؟ سنة بألمانيا شنو درست؟ سنة بألمانيا مو قليلة، 365 يوم، صح لو لا؟ احنا كل يوم يمر علينا هو شيء نتعلم منه على هذا الأساس. يعني بيوم اللي طبيت ألمانيا حسيت انولدت من جديد. من انولدت من جديد هنا أنا لازم أسس حياتي بعد. لا أهلي يمي ولا أصدقائي يمي ولا أقربائي يمي، شلون راح أسس حياتي؟ زين سجاد الوضع صعب، يعني أنت جاي وحدك وما تشتاق لأهلك ولوطنك ولجماعتك ولأصدقائك. أكون وياكم صريح، الكل شيء ما اشتاقيت. اشتاق، حتى ما اكون كاذب وياكم، لا اشتاق، انما اشوف هنا احسن من العراق بمليار مره. دائما انا بالقناه مالتي اقول لكم انتم من راح تطلعون من العراق وتعيشون بغير بلد راح تعرفون شنو قيمه اليوم والوقت والمستقبل، راح تعرفون قيمتهم كل الزين. طبعا هاي البدايه بدون ما يعني حتى ما قلت اللي ما يعرفني، انا سجاد سافيو عايش بألمانيا، انشر فلوقات ونصائح عن المانيا. لا تنسى الاشتراك بالقناه وتتابعنا على الانستغرام. اي استفسار عندك تقدر تراسلنا على الانستغرام وان شاء الله اجاوبكم. كثره الرسائل اللي عندي الله شاهد يعني مدى تخليني اجاوب عليكم، والوقت القصير اللي عندي. اللي بالعراق كنت انا شلون على قولة جو حطاب، اني كنت فنان شلون اضيع وقت، فنان اضيع وقت. هسه لا والله اني اتمنى الوقت حتى انجز اطور حتى اصير، لانه انا واصل بعمر 22 سنه واني لحد الان يعني بهاي السنه انجزت شغلات والله العظيم بالعراق ما اسويها خلال 5 سنين 6. حتى اكون وياكم واقع وما اقول لكم 10 سنين، لا 5 سنين 6 انجزت شغلات بألمانيا. احمد الله وشكره 1000 مرة انه انا وصلت هنا بعد المخاطرة والتعب طبعا. اليوم حبيت اقدم وياكم هاي الحلقة بهاي الملابس اللي طبيت فيهن اول يوم المانيا. حتى بهاي الملابس اقدر اشرح لكم شنو صار وياي خلال سنة من طبيت المانيا. طبيت المانيا بهاي الملابس، بس خلوني اوقف حتى تشوفون عدل. هذا البنطلون وهذا التيشيرت، العفو هاي القمصة وهذا التيشيرت، شوفوا هذا انه حتى صغار، شوفون صغار صارت علي. طبيت بين المانيا، من طبيت بين المانيا بس انه عندي فلوس ماكو، ملابس بعد البس لان كانت شتاء وبارده ماكو، جقاير حتى ما اكذب عليكم كنت مطبب 10 باكيتات، وهاي الباكيتات ادخنها على اساس انه انا خلاص عندي جقاير يعني يخلصن اشتري عادي. بس لما يخلصن وقمت يوميا ادخن جقاير واوزع جقاير بالكم، باوعت الجقاير ب 8 يورو، يعني ب 8 يورو كانت الورقه بالعراقي، العفو اليورو مقابل الدولار كانت ل 80 يورو 100 دولار، يعني حتى اللي يعطيني 100 دولار اصرفها ب 80 يورو، يعني اشتري بها اقل شيء 15 او 13 باكيت جقاير بس. زين انا ما عندي، شلون هيك؟ واسمع يصيحون اشتري لف واشتري لف، اشتري لف واشتري لف. اللف شنو؟ اللف هو جقاير ماكينه وتتن وورق. انا لحد الان اني ادخنه حتى اكون وياكم واقعي، بس مرات يعني اضطر اشتري باكيت. هذا اللف هو سعره 10 يورو يكفيني اسبوع، والجقاير سعرها 8 يورو تكفيني يوم. هنا أنا صار عندي تفريق انه انا اشتري هذا لان انا ما عندي فلوس، انا كل شيء ما عندي. انا ما اشتريت قمصله ودفيت نفسي الا من بعد اعطوني 80 يورو بالكم ورا شهر تقريبا. كون وياكم واقعي، خليني اكون واقعي. ممكن تطبون على اليوتيوب وتشوفون هواي فيديوهات، بس مثلي انسان يعطيكم المعلومه مبسطه وحقيقيه ما راح تلقون. يعني تحيات الكل اللي جاي يقدم معلومات، بس انا اعطيكم اللي يصير وياي. مثلا اليوم انا انجرحت بفلان شغله لانه هاي الشغله كانت غلط انه انا سويتها هيج، ديروا بالكم لا سووا لا تنجرحون. انا هيج دا ابسط لكم الشيء، يعني اتمنى اني واقف قبالكم واشرح لكم والله العظيم، لانه عنده هاي الطاقه مال انه اوقف على الستيج واشرح. وهاي المهم حتى ما اطول عليكم، باكيت جقاير كان غالي. انا شلون اشتري باكيت جقاير وكلها تدخن لف؟ يعني ورا 10 ايام استوعبت انه خلاص انا لازم ادخن لف، لانه انا شنو عندي فلوس مثلا 100 دولار اروح اصرفها على الجقاير بس؟ لا انا لازم اشتري لف. ايش وقت قررت اشتري لف؟ بيوم من الايام انا كانت عندي فيزا كارد بيها تقريبا 30 40 دولار، انا جايبها هاي من العراق. هاي الفيزا كارد رحت اشتري بيها جقاير من المحل. هنا كانت اكو تانكشتله اللي هي محطه الوقود
اللي ما تعزل بالمانيا. انا بالكم بميونخ رحت اشتري جقاير سعره 15 يورو ما يقارب بذاك الوقت كان 25,000 عراقي او 23,000 هيك 21,000 المهم ما اعرف بالضبط. بس من خليت الفيزا كارد وحولوا فلوس من العراق للدولار ومن الدولار لليورو من اليورو للماكينه الصراف الالي وما ادري شنو، صراحه صار عليه الباكيت جقاير ب 31,000 عراقي، والجقاير اللي بيه قد الجقاير اللي بيه ما يقارب 35 جقاره. انا بس بالرجعه من الضوجه انا مدخل 20 من الرجعه والضوجه انا مدخل 20 قسما بالله. يعني انا ضايج شلون صار علي ب 31 وهو 35 جقاره وانا مدخل 20 بينما راجع انا مدخل 20. يعني المهم انا قلت خلاص بعد لازم اشتري لف. رحت اشتريت الماكينه واشتريت الجقاير وجهزت الوضعيه وقمت الف. كانت مو ماكينه مثل هسه هاي، دقيقه هسه اشوفكم اياها. كانت مو ماكينه مثل هاي يعني انه اخلي هنا الفلتر، هذا الفلتر شوفوه هذا فارغ، تخليه هنا العفو، وتخلون التتن اللي هو تبغ هنا وتقفلوها وتطلع لكم جقاره كامله. اوكي هيش تطلع لكم جقاره كامله. لا انا جبت الفلتر اللي هو يصير ورق تخلي بيه تتن وتسوي له هيك وتدخنها. خبرت ابوي قلت له يابا ترى هيك وهيك الوضعيه، كان يقول لي ابويا ترى هاي كنا ندخنها بالثمانينات الجقاير اللف. قلت له اي والله رحمه الله على والديك، يعني رجعت انا للماضي ما رحت للمستقبل. كان يقول لي لا سجاد استمر. الحمد لله مشت الايام نقلونا بكم نهائي، كان وياي طه الله يذكره بالخير ومخلد والله يحفظهم ان شاء الله. والله العظيم يعني اخوان على راسه خليهم، ولليوم تواصل وياهم والحمد لله. وهاي الفترة اللي نقلونا بيها كان ما عندنا ولا ربع، يعني جت ايام انه احنا ما ندخن جقاير يومين لانه ما عندنا ولا ربع، خلاص ما عندنا فلوس. كون صريح، اكون وياكم صريح، يعني انت اول ما تطب بالمانيا ما راح يجيك الفلوس والمدري شنو والهاي، لا لازم تنتظر. يعني الشيء المحدد اللي تخليه 3 اشهر اللي قدام انتظار، انه انت تمر باوقات صعبه، انت تمر باوقات ما تاكل بيها وتشرب، بس هذا الشيء ما يمنعك. مو اقول ما تاكل وتشرب حتى ما اثبت، بس راح تمل من الاكل اللي يقدمون لك اياه بالكم، لانه انت مثلا يعطوك بيض يوميه مدري دجاجه. والله العظيم مرت بينا ايام انه احنا ما عندنا نشتري جقاير، واذا عندنا جقاير نشتريها اللف اللي هي كان سعرها قلت لكم انا 10 يورو كله يصير، نتقاسمها احنا ثلاثتنا نقعد ونلف ونطلع ونتونس ونفتر وهاي وندخنها، وثلاثتنا نشتريها يعني ندخنها. والله هيك مرت ايام بينا. بعدين الحمد لله يعني ان انتقلنا كل واحد بعد انتقل على هاي وانتقل على شيء. هاي بدت هنا السنه تمشي، تعرفون السنه تمشي قامت. زين انت جاي جديد، انت انولدت بالمانيا عبالك، لانه انت ليش انولدت؟ انت طبيت ما عندك فلوس، ما عندك اي شيء، انت مو تاجر جاي هنا حتى تجي تصرف 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 تصرف. وحتى اذا كنت تاجر وتجي تصرف فالمانيا مو رخيصه حتى انت تسوي بيها اللي تريده. مشت الايام الحمد لله 4 اشهر او 5 انا بالهايم اللي هو لحد الان انا بيه البيت. اطلع براتب محدد، قاموا يصرفون لنا راتب 330 يورو 330 يورو اطلع بيهن، هاي يكفيني شهر كامل اكل وشرب، واحيانا اشتري ملابس. هذا اللي كان يكفينا هاي الفتره. ايش قمت اسوي؟ قمت مثلا اخطط. انا نشرت فيديو وهذا الفيديو تقدرون تشوفوه، الفرق بين المدينه والريف عن المصاريف، لكن للاسف الشديد انه طحت بدوامه الصرف. المهم انا هنا سويت المقارنه بهذا الفيديو وخليتكم تعرفون شنو الريف وشنو المدينه، وشلون تقدرون اول بدايه من الطبون تحبون الريف وشلون تحافظون على مصروفكم ويكفيكم شهر كامل. وانا عندي استعداد اسوي لكم حلقه كامله ان شاء الله بالمستقبل، لكن حاليا انا دا اشرح لكم الامور اللي يعني تمشيكم اذا طبيتوا المانيا بالبدايه. انتقلت ويا 2 اكراد عراقيين ما شاء الله عليهم ناس معدلين. المهم كنا نتسوق سوا، نتسوق مال 15 يوم، والمسواق بالمانيا رخيص يعني مو ذاك المسواق الغالي، لكن هم بعملتهم اليورو. نتسوق مال اسبوعين نحافظ على الاكل، انه شلون ناكل ونطبخ ونسوي وما ادري شنو هاي. لا والله العظيم يعني من اقول انه كنا ناكل دجاج ولحم يعني كنا نطبخ اللي يعجبنا. حتى بيتزا قمنا نسوي، قمنا نتفنن بالطبخ. ليش؟ يعني انت طباخك خاص تقوم تجي تطبخ براحتك وانت مسوق يعني، والمسوقه الك، وانتم 3 متفاهمين كمصروف اكل، فانتم متفاهمين هذا ياكل ماكو فرق، لكن هو كله طبخ. والله العظيم بالمناسبة أنا أطبخ طبخ رهيب.
من ناحيه المروقات وهالامور. المهم هي هاي الغربه تعلم كل شيء. مرت الايام الحمد لله، فتره الكم اللي بقيت بيها 4-5 اشهر وانا لحد الان بيها، لكن هاي احكي لكم مبدئيا انه انا ما عندي لا شغل، كل شيء ما عندي، لا مدرسه لا اي شيء. هاي الفتره بقيت اقعد ادرس دراسه الماني، خلاص احرف. شوفوا انا سويت من خطه خلتني هسه اكتب واقرا الماني احسن من ما احكي. قمت يوميا من ارد افتح الكتاب واقرا الاحرف واقطع عليهن كلمات، الله ابدا اقرا، وبقيت اقرا الاحرف وهن الاحرف سهلات ترى، بس بين امور شويه يعني مثلا سي اتش تنقرا خاء يعني خيم شنو. المهم بديت اقرا الاحرف. انتم راح تبدون تقرون الاحرف تتعلمون. انا انصح كل واحد والله قبل ما يجي الالماني يتعلم الالماني. اذا هو خال بباله يجي الالمانيا تعلم الالماني، حتى لو يحكي هيك شويه 20% 10%، والله يكيفون عليه هنا. لانه هنا هسه انا صار لي سنه الحمد لله يعني قمت احكي، من احكي وياهم يقولوا لي واو انت يعني صار لك سنه وهيش تحكي، والله زين. جايكم بسوالف من الفيديو، ترى الفيديو راح يفيدكم للاخير لانه شلون راح اطب مدرسه وهالامور. المهم انا سويت هنا بقيت اقرا يوميا جمل بالالماني، تابعت الكورس مال محادثه، والله العظيم الا تحجون مثل الورد. المهم انا بديت اتعلم اللغه فوعد انا صار لي 4 اشهر اتعلم لغه، بس ما اقدر احكي العالم. ليش؟ فنيت فوعيت ليش ما اقدر احكي؟ انا صار عندي موقف، انا صار لي 4 اشهر ادرس، ليش ما احكي؟ يعني الاقل لو احكي هيك مثلا بس اعرف عن نفسي. لا الغلط عندي شنو؟ غلط انه انا بس احفظ قواعد بس ما احفظ كلمات، بس احفظ قواعد ما احفظ جمل. يعني انا شو اسوي بالقواعد؟ انا احتاج كلمات وجمل. نصيحه مني لكم اذا اردتوا تحجون مثل ما انا اخر فتره اخر 3 اشهر هسه يلا قمت احكي، حفظوا جمل، حفظوا جمل كامله. قد ما تحفظون جمل كامله انتم راح تحجون احسن. دائما رددوها ويا نفسكم عادي. انا تخيلوا بالشغل خالص سماعه هنا أنا والله العظيم واسمع شلون وقت ايقنت انه انا لازم اتعلم اللغه واحكي اللغه، وقت ما حسيت نفسي انه انا جد عايش بالمانيا. يعني انا اول 5 اشهر و7 ليش اتعلم لغه؟ زين انا اوكي خلي ما اتعلم لغه، شنو يعني يوتيوب وانستغرام وعندي اصدقاء بالعراق واخابرهم، بس بعدين ايقنت انه انا لازم اتعلم اللغه لان انا عايش بالمانيا. اول خطوه تسويها انت ليش تريد تتعلم لغه؟ انت طبعا فيديوهات تتعلم لغه في 3 اشهر ماكو حكي، 3 اشهر اتعلم لغه ماكو، ممكن يعلمك قواعد بس ما يعلمك حكي، انت لازم تتعلم الحكي. سويت اني قعدت ويا نفسي وقلت انا ليش اريد اتعلم اللغه الالمانيه؟ سجاد انت وين عايش؟ بالمانيا. جاد انت لازم شنو تسوي؟ لازم تتعلم الالماني. شلون تسهل الامور عليك؟ لازم تحكي الماني. انا سويت هنا بديت اتعلم اللغه الالمانيه يوميا، شعد وقت فراغ خليت السماعه واسمع، ما عندي شيء طلعت الموبايل باوع، اوكي ما اكتبوها اوكي باوع، حفظت. شلون الاغنيه من تسمعوها اكثر من مره تحفظوها؟ انا نفس الشيء اسمعها اكثر من مره احفظها. هيك تعلمت الالماني، تسهل علي الحمد لله. ثاني يعني اقدر احكي بس ما اقول لكم بالمستوى الممتاز لانه انا صار لي سنه بس من احكي الماني وافهم عليه ويقول له اوه انت صار لك سنه بالمانيا وهيك تحكي، والله واو. بس اقدر اكتب واقرا احسن من ما احكي، هذا الشيء المهم. طبيت الالماني ايش قد عمره كان؟ عمره 21 سنه. هو كان هي هاي السنه المفروض قبل اطبيها مدرسه، طبيت مدرسه انه ما قبلوا وكلها مقبطه، دارس كلها مقبطه ما يخلوني ادخل المدرسه. كورس لغه يا للعراقيين، ماكو كورس لغه للعراقيين. قلت لي الكاريتاس في يوم من الايام قال لي ليش ما اسجلك في المدرسه انت بعدك صغير عمرك 21 سنه؟ قلت له يا صدق كذب؟ عم الله سجليني. والله هيك قلت له. قال لي تمام. وصلت المدرسه كانت تدز لي ايميل، كانت تقول لي سجاد احنا ما نقدر نسجلك لانه انت حاليا بخانه الانتظار ما عندك فرصه انه تسجل. اوكي تمام. المهم قلت لكم انا قمت ادرس في البيت، وصلت لمرحله انه اشتغل، قلت لازم ابحث عن شغل لانه اني عاد خلاص في البيت ابقى 24 ساعه اقرا، لازم اتعاشى ويا عالم، اطلع ويا عالم، احكي ويا عالم، ما ادري شنو. خو 24 ساعه بالبيت انا صار عندي احباط كلش قوي، وين القى شغل وانا المشكله ما اعرف الماني. انا صار لي 5 اشهر بالمانيا و6 اشهر وانا ما اعرف الماني، مش وقت اقدر اطلع واحكي الالمان. دورت بحثت، الله دزني على رجال طيب ابن طيب، ضلت وياه وانا لحد الان مشتغل وياه. طبعا مطعم عربي لكن انا ما تعلمت فيه الماني. تعلمت وين؟ تعلمت بالموبايل، صرت اشتغل واتعلم بالموبايل، انترنت، يوتيوب. تريد اليوم تصير انسان عظيم، طب على اليوتيوب تصير انسان عظيم، بس لازم تعرف شنو تكتب، كيف افعل، كيف اتعلم، ما هو. وتيجي تبحث لي اغاني ما ادري شنو، ما ادري تبحث عن ذني الامور راح تلقاهن بالبدايه وراح تتعلم. السنه جازاتي بيها بنفس الفتره رجعت بيها لليوتيوب. سويت اني بغيت للشغل
اشتغلت شويه قدرت اشتري ايفون 11 برو ماكس. هو كان مستعمل اخذته طبعا، انه انا موبايلات طبيت بيهن ايفون 7 منتهيات هيك مش منتهيات. المهم اثنيناتهم عطلا. اشتريت 11 برو ماكس، صورت بيه اول حلقه من الهجره مالتي. الحمد لله الحلقه الاولى باليوتيوب من ناحيه القصص الهجره هي عبرت اكثر من 850 الف مشاهد. احبكم هواي، واكثر من 50 الف لايك. تحمست شويه، بدي اتحمس وياكم اكثر بس مو هسه، بعد شوي شوي اذا اخذ على الكاميرا حتى اقدر اتحمس. المهم هنا صار عندي شعور قوي انه لازم اصور. جئت وخليت الكاميرا ونصبت جئت القصه مالتي القصه الثانيه، الجزء الثاني. القصه مالتي عبرت ال 100,000، عبرت ال 200 ال 300 ما شاء الله. انا تارك اليوتيوب 5 سنين ورجعت له، والرجعه كانت ما شاء الله وكله فضلكم. رجعت منا وقوي ووصلت قناتي 140,000 مشترك من ال 75,000 مشترك، انا ضعف العدد تقريبا. احبكم هواي. المهم شويه الله وفقني، اشتريت 13 برو ماكس. شويه بين الشغل اشتريت ماك بوك برو، هي احدث شيء من ابل. شويه الله وفقني قمت اشتري الملابس اللي تعجبني. شويه الله وفقني قمت اطلع واطب واسافر واسوي وهاي غير من الله. شويه كافيه مو كساي شوي. المهم صار عندي فرق انه اني مدخولي وهيك مدخولي وهيك اشتغل وهيك اسوي. الحمد لله لكل حال. اكو انسان اليوم يبدأ من الصفر، ما عنده طموح وتخطيط للمستقبل يسوي بيه انجازات. انا ذكرت لكم قلت لكم طبيت والله العظيم جوبه هاي فارغه، واكثر من شهر تقريبا انا ما عندي ملابس البسن جوا اطلع واطب حتى ادفي نفسي والله العظيم يعني. بس لكن شو بالصبر انجز. اتحسف واقول حرامات الناس اللي جاي تجي وترجع. انت وصلت المستقبل ليش ترجع؟ نصيحه لكل واحد، دائما اعطي نصائح باخر الفيديو، فنصيحه لكل واحد يريد يطلع ويوصل ويجي يعيش، علم لغه، درب نفسك، اطلع خارج، اطلع تركيا عيش لك شهر شهرين، راح تعرف شلون تصرف، شلون تسوي، شلون تمشي امورك، راح تعرف. والله يا جماعه والله العظيم المانيا تحقق بيها كل احلامك. اقول لك هم الكل لا، بس 90% من احلامك تحققن بالمانيا. الحمد لله انا اليوم واقف قبالكم وهذا حلم. والله العظيم عندي شغف باليوتيوب قاتل، بس ما عندي الوقت اللي دا اقدر اصرفه، انه شغل ومدرسه وبيت. هذا الفيديو هذا من اقعد اصنعه بكل حب. هذا الموضوع اليوم راح احكي عنه. بس انا شنو اريد احكي؟ والله يا جماعه ما اعرف شنو اريد احكي قبل ما اريد اصور. لكن من افتح الكاميرا ابدا افرغ احكي لكم. المهم اللي وصل لهذا الوقت من الفيديو ياخذ لي سكرين لهاي الصوره ويسوي عليها تاج للانستغرام. كلش ممنون منك لانه انت وصلت لهذا الوقت. اعرف شلون اشكركم، احبكم هوايه. لا تنسون الاشتراك بالقناه ولايك للفيديو. طبعا على الانستغرام، سناب شات، تليجرام، تيك توك، كلها راح اخليهن هنا موجودات هنا. احبكم هواي. في الله.